ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتوا شايفين كده البوتاجاز بتاعنا بيلمع وزي الفل زي ما انتوا شايفين. عاوزين نعرف ازاي هنلمع البوتاجاز بتاعنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، والعيون تحس ان هي لسه البوتاجاز جاي جديد. طبعا البوتاجاز ده بقاله عندي 10 سنين، طبعا زي ما انتوا شايفين كده، لما تشوفوه كده تقولوا انت لسه جايباه دلوقتي. عاوزين نعرف الخلطة دي، يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير اللي هنستخدمها في الوصفة السحرية بتاعتنا دي اللي هترجع البوتاجاز جديد كده وزي الفل. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا النهاردة في مطبخ مروة الشربيني، وان شاء الله زي ما اتعودنا مع بعض بنعمل كل حاجة ببساطة وبسهولة، ويعني مش بنقف قدامنا اي حاجة ولا بنصعب على نفسنا اي حاجة. هنعمل مع بعض النهارده يا حبايبي، مش هنعمل اكل ولا اي وصفات اكل. هنعمل مع بعض النهارده زي ما انتوا شايفين كده، هننضف عيون البوتاجاز بطريقه سهله وبسيطه. طبعا انا سبت البوتاجاز بتاعي اسبوع ما نضفتوش، يعني ما نضفتش العيون دي كده عشان اوريكم كميه الدهون اللي موجوده معايا على عيون البوتاجاز، عشان لما ننضفه نتاكد ان الخلطه بتاعتنا دي خلطه سحريه وبتقضي لي على اصعب الدهون اللي موجوده معايا زي ما انتوا شايفين كده. ان شاء الله هننضفه النهارده بطريقه بسيطه جدا وسهله، وان شاء الله هننضفها على طول. ويحاول يا حبايبي ان احنا نغسل البوتاجاز بتاعنا باستمرار عشان ما نوصلوش لمرحله ان احنا نبقى يائسين ان احنا ننضف البوتاجاز. هنشوف يا حبايبي مع بعض المكونات بتاع الوصفه بتاعتنا اللي هي الخلطه السحريه اللي هتقضي على اصعب الدهون بتاعه البوتاجاز بتاعي. معايا هنا يا حبايبي كوبايه من الخل، تمام، ومعايا هنا 3 معالق كبار ملح ليمون، ومعايا هنا كوباية بريل اللي هو سائل المواعين اللي بنغسل بيه المواعين بتاعتنا، ومعايا هنا 8 معالق كبار من كربونات الصوديوم او كوباية صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. انا حبيت يعني اوريكم المكونات بالكوبايات وبالمعالق، يعني اللي مش عاوز يحط في كوباية براحته. يبقى الكوباية الصغيرة دي عبارة عن 8 كوبايات مليانين كبار من كربونات الصوديوم او الكربونات، ودي كوباية بريل اللي هو سائل المواعين، وهنا 3 معالق كبار ملح ليمون، ومعايا كوباية خل. هنعمل ايه يا حبايبي دلوقتي؟ طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا جبت طبق كبير هنحط فيه عيون البوتاجاز، ومش هحطها معدوله كده، هقلبها كده على بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان ايه تتشرب من الدهون، او ممكن نحطها كده ونرش عليها الكربونات الصوديوم، بس انا هكب كل حاجه على بعضها فهقلبها كده عشان ايه يعني الدهون تطلع بسرعه. هنرش عيون البوتاجاز كده بالشكل اللي احنا شايفينه، نقلبها كده عشان الدهون تنضف معايا بسرعه. تمام كده يا حبايبي، طبعا شايفين كميه الدهون اللي موجوده معايا قد ايه. ان شاء الله باذن الله هتنضف معايا وهتبقى زي الفل كاننا لسه جايبين البوتاجاز حالا. تمام كده يا حبايبي، انا حطيت اول حاجه عيون البوتاجاز وقلبتها على وشها كده زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه يا حبايبي؟ هجيب معلقه وهرش بيها كده كربونات الصوديوم. اول حاجه يبقى نكب ايه كربونات الصوديوم يا حبايبي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا خلطة جميلة جدا وبستخدمها انا على طول في تنظيف البوتاجاز بتاعي، اللي بيشوف البوتاجاز بيقول انت لسه جايباه جديد. يعني طريقة وخلطة جميلة جدا. واكب يا حبايبي ملح الليمون طبعا مهم في الوصفة بتاعتنا، يعني عشان البوتاجاز ينضف معاكي تمشي على الخطوات بتاعتي واحدة واحدة. هنكب يا حبايبي بعد كده الخل، وهنشوف طبعا الفوران اللي هيحصل. شايفين الفوران يا حبايبي؟ وهنكب البريل، كوباية بريل اللي هو سائل المواعين يعني، نفضيها كده. طبعا انتوا سامعين صوت الفوران اللي بيحصل معانا. وهنكب يا حبايبي الميه لازم تكون بتغلي. طبعا شايفين انتوا يا حبايبي التفاعل اللي بيحصل ده معايا ايه؟ لازم يا حبايبي الميه تكون بتغلي. وهنركنها يا حبايبي، نسيبهم في الخلطه بتاعتنا دي لمده ساعه او نص ساعه، على اساس ان الدهون تتفتت اللي موجوده معايا خالص وتنضف زي الفل. وهنرجع تاني بعد نص ساعه او ساعه ونغسلها مع بعض، وهنشوف النتيجه الهايله اللي هتحصل معانا بسبب الخلطه اللي احنا عاملينها دي يا حبايبي. نص ساعه او ساعه وهرجع لكم تاني. لكم تاني يا حبايبي لما سيبنا عيون البوتاجاز في الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض حوالي ساعة الا ربع او نص ساعة. دلوقتي هنعمل ايه؟ طبعا المية زي ما انتوا شايفين كده لونها اتغير، وكل الدهون اللي كانت موجودة في الحاجة نزلت. هنعمل ايه يا حبايبي دلوقتي؟ هجيب سلكة، فلو انت حابة تجيبي من السلك الخشن هتجيبي، ومعايا هنا بروة صابون كانت موجودة عندي هنعمل بيها السلكة كده. طبعا بتديني نتيجة هايلة
وبترغي معايا وبتبقى جميله. هنعمل ايه يا حبايبي؟ هنمسك كده واحده من عيون البوتاجاز اللي موجوده معانا. طبعا هي الميه لسه دافيه ما بردتش، وهدعك كده يا حبايبي. طبعا يا دوب ما بدعكش كتير، وبتلاقي الدهون طلعت معايا وبقت زي الفل. طبعا لو مش حابه تستخدمي الصابون ده تستخدمي مكانه بريل هيرغي معاكي برضو. طبعا زي ما انتم شايفين كده بدعك كده باقل حاجه، مش بعمل مجهود كتير، وهتلاقي البقعه طلعت معايا. نبل السلكه كويس كده يا حبايبي وندعكها بالصابونه. هعمل معاكم واحده وبعد كده هكمل هنا عشان الفيديو ما يطولش. لازم نلبس جوانت يا حبايبي عشان كربونات الصوديوم دي بتقشر الجلد بتاعنا، فاحنا نحافظ على ايدينا ونلبس جوانتات. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بدأت الدهون تتحاش عليها. طبعا احنا شفنا كمية الدهون قبل ما نحطها في الخلطة كانت شكلها ازاي. طبعا يعني من قبل ما ادعك كانت برضو نطفت شوية. تمام يا حبايبي، هفضل اعمل فيها لحد ما تنضف معايا خالص. هندعك كده بالسلك يا حبايبي. طبعا وصفة سهلة وبسيطة وما بتاخدش معايا وقت كتير ولا مجهود، يعني يا دوب بعمل بالسلكة كده بيطلع معايا كل اللي موجود فيه العيون بتاعتي. طبعا لو انت مثلا هتغسلي مواعين او وراكي حاجة هتحط عيون البوتاجاز في الخلطة دي عقبال ما تخلصي المصالح اللي وراكي، هترجعي تلاقي الدهون طلعت منها، تدعكيها وتنضف معايا وتبقى زي الفل. مفيش حاجة صعب علينا وما نكسلش عن تنظيف البوتاجاز والحاجات ده. اهم حاجة في المطبخ يا حبايبي النظافة. طبعا وبقى معايا هنا يا حبايبي ميه نظيفه كده هحطها فيها زي ما انتم شايفين كده بتلمع معايا وزي الفل ونظيفه. هكمل الكميه وهرجع لكم تاني. طبعا يا حبايبي انا حبيت اوريكم احنا نضفنا دول. هعمل معاكم واحده من اللي هي اللي بيطلع منها النار، يعني الشعله دي هننضفها مع بعض. طبعا زي ما اتفقنا ان احنا نرغي بالصابونه دي، او لو ما عندكيش صابون هتعملي ببريل، وهنشوف النظافه ان شاء الله اللي هتطلع معانا. مجرد ما عملت كده بالسلكه يا حبايبي شايفين اللون اتغير ازاي كأنه لسه جاي جديد. وصفه جميله جدا واتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم. شايفين يا حبايبي مش يعني ما بعملش مجهود، اللي انا بغسل فيه يعني بسيط كده اهو. شايفين اتغير معايا اللون من الاسود هيرجع للون النحاس اللي هو اصلا كان بيجي بالبوتاجاز وهو جديد، يعني بيبقى لونه كده. طريقه سهله وجميله وبسيطه ومتاخدش معايا مجهود كتير، واتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. هعمل معاكم واحده من ده برضو، يعني بعمل ايه معاكم عين البوتاجاز واحده واحده. عملنا اول حاجه الكوش دي وبعد كده هنعمل العيون. طبعا ده طبق حاطه فيه ميه نظيفه عشان نشطفها فيه، يعني عشان البريل يطلع منها، ولسه هنشطفها مره تاني. ندعك كده بالسلك يا حبايبي، طريقتها سهله بسيطه. انا بعمل معاكم كده وبعد كده هكمل عشان الفيديو ما يطولش. طبعا هنحطها في الميه دي كده. شايفين يا حبايبي من اللون الاسود بقى لونها ايه. هعمل معاكم واحده برضو من اللي هي دي. طبعا العين دي مليانه دهون زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هتنضف معانا ان شاء الله على طول والدهون هتطلع منها، وهنشوف في اخر الفيديو شكل البوتاجاز هيبقى عامل ازاي. وان شاء الله في فيديو تاني هعمل لكم طريقه تنظيف حوامل البوتاجاز والفرن بتاع البوتاجاز والازاز بتاع الفرن، وهنخلي مع بعض البوتاجاز زي الفل ونضيف وبأقل مجهود. مش يعني الوصفه دي مش مكلفه كتير، زي الفل اهي يا حبايبي بتلمع زي الفل. يا رب الصوره بس تكون واضحه ليكم. هكمل بقى بقيه الكميه وهرجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما خلصنا عيون البوتاجاز وبقت بتلمع كده وزي الفل زي ما انتم شايفين. طبعا انا البوتاجاز بتاع الاستانلس بتاعه مطفي يعني مش بيلمع قوي، وانت على حسب البوتاجاز بتاعك طبعا. وشكلها جميل طبعا زي ما انتم شايفين كده اللون بتاعها بقى زي ما كانها لسه جايه جديد دلوقتي. خلطه جميله جدا
وصفة سحرية، وهنحطهم على البوتاجاز دلوقتي وهنشوف شكلهم ازاي برضه عشان الصورة تكون واضحة ليكم. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين شكل البوتاجاز بتاعنا كده، والعيون بتاعته بقت شكلها جميل جدا ونطفت. طبعا هناك فرق من اول الفيديو وفي اخر الفيديو. شايفين شكل البوتاجاز عامل ازاي يا حبايبي؟ لازم نهتم بنظافة البوتاجاز بتاعنا. طبعا شكله جميل جدا ونضيف، واهم حاجة النظافة بتاعة المطبخ بتاعنا. وياريت يا حبايبي ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.